أشرف بن شرقي يوقع للنادي الأهلي 6 قضايا جديدة من الخطيب ضد المعزول. رضا عبد العال يفتح النار على مرتضى وعلى الننوس. عمرو أديب ينصح زيزو وفتوح بالهروب من نادي الزمالك. مرتضى والسحر الأسود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب. شرفنا بالاشتراك في القناة واضغط اللايك وانضم لعيلتنا الاهلاويه عشان نكبر بيه. اول حاجه اشرف بن شرقي والانضمام للنادي الاهلي او توقيع اشرف بن شرقي للنادي الاهلي. في تقارير مغربيه بتؤكد ان الاهلي حصل على توقيع لاعب الزمالك السابق المغربي اشرف بن شرقي بعد فسخ التعاقد مع نادي الجزيره الاماراتي، على الرغم من ان ميدو تواصل مع اشرف بن شرقي للانضمام لنادي الزمالك على اساس ان اشرف بن شرقي ابن من ابناء نادي الزمالك المخلصين، وان هو كان بيهرب من المدرسه وهو صغير علشان يتفرج على نادي الزمالك وهو بيلعب في كاس العالم للانديه. رد اشرف بن شرقي وقال له ان انا حاليا لاعب فري وعايز 2 مليون دولار في الموسم. ميدو رجع لمرتضى منصور وبلغه بالرقم اللي اشرف بن شرقي طالبه وقال له لازم تتصرف علشان ده حاليا الامل حاليا في الخروج من نادي الزمالك او خروج نادي الزمالك من الوضع الصعب اللي هو فيه حاليا. يعني اي بروباجندا انك انت ترجع واحد زي اشرف بن شرقي، فعاش مرتضى منصور بالنسبه لان هو قدر يحافظ على نادي الزمالك وقدر يرجع له اللعيب اللي يعتبر كان لعيب مؤثر جدا في نادي الزمالك، محدش يقدر يعترض. لكن انك انت تعمل اي حاجه علشان تغطي على الوضع الصعب اللي في نادي الزمالك دلوقتي، ده طبعا يعني شغل خيبه وشغل خيبه امل، ومش هتلاقي اخيب من ميدو مع مرتضى منصور علشان يعرفوا يعملوا الكلام من ده. وحاليا احمد حسام ميدو ومرتضى منصور والامل ورا نادي الزمالك وبيتفاهموا بعد الفضيحه المدويه للاهلي برباعيه في نادي الزمالك. وتاني حاجه معانا وهي 6 قضايا من الخطيب ضد مرتضى منصور. الخطيب ماسك مرتضى منصور غسيل ومكوى، عنده 6 قضايا لسه جداد ما اتحكمش فيهم وهيتحكم فيهم. في قضيه تتحكم فيها في يوم 20، في قضيه اخر الشهر، وفي 3 قضايا في اول الشهر او اول الشهر الجديد. الموضوع كلها بسبب ازعاج محمود الخطيب والخوض في العرض والكلام من ده. الموضوع خرج عن السيطره لان كل اللي مرتضى عمله سابقا بيجنيه حاليا. نيجي بعد كده لرضا عبد العال. رضا عبد العال يفتح النار على مرتضى منصور بعد خساره او بعد الفضيحه بتاعه نادي الزمالك امبارح قدام الاهلي برباعيه مقابل هدف واحد. بصراحه رضا اتكلم امبارح عن كل حاجه عن مرتضى منصور. مرتضى منصور اللي باع كل اللعيبه، مرتضى منصور اللي طفش كل اللعيبه زي اشرف بن شرقي وزي ساسي، حتى اتكلم في الجيل الحالي وسوء معامله مرتضى منصور معاهم، وانه ما عادش مع يوسف اسامه نبيه وما عادش مع سيف جعفر، وان هو السبب في ان اللعيبه دي بقت بتكره النادي، وانه بيسلم اللعيبه للجمهور بعد ما بيعرف ان هم مضوا في انديه تانية. وده سبب خلى امام عاشور ياخد فلوس مع الاهلي 14 مليون، ده سقف اللعيبه المصريين بالنسبه للاهلي. وان مرتضى منصور في الفيديو عرض عليه 15 مليون وان هو قال له لا انا عايز اطلع احترف بره. مرتضى لما بيعرف ان لعيب مضى مع اي نادي تاني بيروح جايبه ونصب النصبه وجايب الكاميرا وهنعمل لقاء النهارده على البرنامج، ويروح مطلعه قدام الراي العام الزملكاوي. من الاخر بيسلم اللعيب. لكن بيسلم اللعيب امتى؟ للاسف بيسلم اللعيب بعد ما يكون مضى وخلص وخد مقدم العقد وراح اشترى عربيه، راح اشترى فيلا، دفع قسط مش عارف ايه. هي المشكله كلها انك انت بتبقى رد فعل للعيبه. طب ما لعيبه زي دي ناشئه وشباب وولاد النادي، طب ما تحتويهم من الاول. لا، ما اصلا الموضوع ما فيهوش سمسره وما فيهوش فلوس وما فيهوش مصلحه، فعادي دول موجودين مش موجودين يمشوا. بعدها اتكلم عن السمسره اللي بتحصل من ورا اللعيبه، وان السمسره دي لو ما حصلتش حاليا وان كان يعني ما حصلتش مع لعيب، وان كان المفروض تعمل اعاده نسبه بيع في اي عقد بالنسبه لاي لعيب للنادي، دلوقتي بتتعمل للشركه اللي مالكها طبعا الننوس. عند الننوس هنا بقى رضا عبد العال فتح على الخامس. الننوس اللي خرب الفريق واللي جاب الفريق ورا الشمس وكل الصفقات بلح ومش عارف وايه، وكلها عشان شركه السمسره تكسب. لا المعزول ولا الننوس عايزين مصلحه نادي الزمالك، ولا هم عايزين مصلحه نادي الزمالك، ولا فارق معاهم مصلحه نادي الزمالك. ما تقنعنيش ان هتقعد تطبل لي وتقول لي ان الناس دي بتشتغل تطوعي يا جماعه. احنا هنهرج النهارده؟ بيزنس از بيزنس. في فلوس هشتغل، مفيش فلوس مش هشتغل. بصراحه كان عنده حق وانا قلتها من زمن الزمن. مرتضى منصور مش فارق معاه نادي الزمالك ولا فوز ببطوله ولا يفوز ببطوله ولا يعمل اي حاجه. المهم عنده المصلحه والشو، وان هو يفضل صاحب دايما الفضل على نادي الزمالك على اي حد زملكاوي. ده حتى لما الجمهور كان بيحتفل وبيرفع صوره فيريرا كان بيطلع يوميها يهاجم الجمهور ويقول لهم انتوا بتحتفلوا بفيريرا، محدش جاب سيرتي ومش عارف ايه، محدش يحتفلوا بيا انا. في حد في الدنيا بيطلب من جمهور ده يعني
بيمشي ورا العاطفه بتاعته، حس ان ده مظلوم فبينصره، حس ان ده واقع فبيشجعه، حس ان ده بيتنطط عليه يعني يا جماعه الجمهور بيمشي ورا كده. انت ما ينفعش توجه الجمهور وتقول له حبني. الجمهور بيقول احتفلوا بيا، يعني في حد عاقل في الدنيا يقول له الجمهور احتفلوا بيا؟ وده اكبر دليل على ان المختل في مشاكل الزمالك ما عندوش حل. ناهيك بقى عن عمرو اديب. عمرو اديب يعني يعتبر طفح بيه الكيل. عمرو اديب زملكاوي، مش هنقول ان هو الزملكاوي اللي ماسك الزمالك طول النهار بيتكلم عنه، لا، بس عمرو اديب اتكلم ونصح احمد فتوح واحمد سيد زيزو، قال لهم اهربوا من نادي الزمالك، لان الاثنين دول يعتبروا هم القوام الرئيسي حاليا لنادي الزمالك. احمد حسام ميدو قعد يمجد في محمد صبحي ومش عارف، حراسه المرمى مطمنين على حراسه المرمى لمده مش عارف 10 سنين. ادي محمد صبحي الراجل فقد الثقه في نفسه في ماتش واحد. يا جماعه الموضوع صعب جدا 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 في نادي الزمالك. عمرو اديب مسك نادي الزمالك امبارح، او المسؤولين او القائمين على نادي الزمالك وبالذات الجماعه المطبلاتيه، حبو رجب وجمال عبد الحميد ومش عارف ومنتصر، كل الاستاف اللي بيجي في قناه نادي الزمالك عالم عايشه في العالم الموازي، مالهمش علاقه بمصلحه نادي الزمالك. اهم حاجه الراجل اللي بيقبضنا عشان نطلع نقول الكلام اللي يرضيه بس. مرتضى طلع النهارده على قناه نادي الزمالك، وده كان اول ظهور لمرتضى منصور بعد الفضيحه المدويه لنادي الزمالك ب4 من الاهلي، وبدا يتكلم عن الفضيحه دي. انا توقعت انه هيقول ان اللعيبه او المدير الفني وان التشكيل طلع غلط، وان اي حاجه على الارض، اي حاجه ملموسه، اي حاجه محسوس، اي حاجه حد شافها، ما لعبناش بدفندرات، ما لعبناش مش عارف ايه، اللعيبه فقدت الثقه في نفسها، اي حاجه تعقل تخش العقل. انما بدا الكلام باول كلمه قالها: انا موجود غصبا عنكم، انا موجود غصبا عنكم. بعدها اتكلم عن اسباب فشل نادي الزمالك على مدار الموسم وعلى مدار الماتش، وقال ان اللي حصل امبارح ده يعني حاجه غير طبيعيه جدا. بعدها شكر الحكم محمود البنا، وبعدها اللي هو حكم اللقاء، وبعدها شكر الحكم احمد الغندور الموجود على حكم الفار او اللي كان قاعد على الفار. وبعدين الاصطفه بقى عليت معاه على الاخر وصهللت كده واشتغلت، وقال ان بيرسي تاو والشحات ومحمد هاني ومحمد مجدي قفشه مش هم دول اللعيبه اللي الاهلي كان عايز يبيعهم ولو ببلاش وكان عايز يسرحهم؟ ازاي فجاه بقوا عمالقه يا سيد يا عبد الحفيظ؟ انا ما اعرفش سيد عبد الحفيظ عامل لك خرم في دماغك ولا عامل لك ايه؟ ازاي اللعيبه دي بقت عمالقه ومكسرين الدنيا؟ صهللت بقى معاه على الاخر، والدنيا عزلت والغيامه نزلت. وقال ان هو جاله رساله من واحد في الفيوم بصوره الساحر اللي بيعمل اعمال للنادي الاهلي. مرتضى هو مش كان اللي بيعمل اعمال للنادي الاهلي في اول الدوري مارد من السودان، وجات لك برضو الرساله والراجل معاك فويس ليه وعرضته على القناه قبل كده؟ رجعتنا تاني على الفيوم ليه؟ الله، طب هو مش كان قبل كده في السنين اللي فاتت قبل ما تاخد انت الدوري كان الاهلي بيطلع يعمل عمل مع احمد شوبير في عند واحد مش عارف في الدور الرابع قيشه قنديشه من شبرخيت؟ بالله عليك تثبت على اسطفه معينه علشان احنا كده بنتوه منك. اسطفه معينه عند واحد بس، يا شبرخيت يا السودان يا الراجل بتاع الفيوم الجديد اللي انت جايبه لنا ده، اثبت على حاجه بالله عليك علشان احنا تهنا منك واحنا فايقين. رجع يكمل بعد كده وقال لك ان العمل اتعمل بعد ماتش صن داونز، ماتش الاهلي اللي خسر فيه 5-0. بعد ماتش صن داونز العمل اتعمل، والعمل اتعمل على استاد القاهره على العارضه اللي على يمين الشناوي اللي جاب فيها زيزو كره القاضيه، لما في ماتش القاضيه اللي هو ماتش القرن اللي شاط فيها الكوره وجت في العارضه، وامبارح شاط كوره على الارض وكانت صعبه جدا على الشناوي عشان عمل البند قبل ما توصل له وجت في نفس العارضه. وكل اسباب الخساره بالنسبه لمرتضى منصور هي السحر الاسود اللي عامله النادي الاهلي. اما بالنسبه لكلامه عن جمهور نادي الزمالك، قلت هيشكر في جمهور نادي الزمالك، هيقول استحملونا، هيقول مش عارف ايه. لقيته بيتكلم عن جمهور نادي الزمالك وبيقول ان جمهور نادي الزمالك هو العامل رقم 1 في خساره لعيبه الزمالك، لان هو صدر احباط للعيبه نادي الزمالك بالكلام عن امام عاشور وانتقاله للنادي الاهلي، وان ما ينفعش امام عاشور ينتقل للنادي الاهلي، وان الكلام ده صدر احباط كبير للعيبه الزمالك وهو السبب في خساره ماتش امبارح. بيقول ان الماتش ده لو اتعاد مليون مره الزمالك هيكسب. خد عندك بقى الكلام بقى اللي ولع الدنيا اللي مش مفهوم، اللي الراجل ده بدأ يقول كلام بعد الخساره. انا مش فاهم الراجل ده بيتكلم ازاي وبيتكلم كده بناء على ايه. اول حاجه قال لك انا غير مسؤول عن الخساره وانا مش صاحب التشكيل. بعد كده بمناسبه التشكيل جاب سيره فيريرا وشتم فيريرا وقال ان هو في اخر ايامه خرف وكان بيعمل تشكيله من وحي خياله وكان بيلاعب لعيبه مش في اماكنها، وان اوسوريو يعتبر بالنسبه له هو المدرب العالمي، مش ممكن يكون طبيعي اللي اوسوريو عمله امبارح ده
واللي حصل في نادي الزمالك امبارح ده، على الرغم من ان اسوريو ذات نفسه هو اللي طلع في المؤتمر وقال انا صاحب التشكيل وانا المسؤول الاول والاخير عن خساره نادي الزمالك. وما يعني الراجل اعترف بلسانه ان هو اللي عامل التشكيل كده، مش نزل تشكيل فلقي تشكيل تاني. خد بقى عندك الحته الاخيره دي اللي اصطفى بقى وصلت لاعلى مراحل. انا الاعب الجن الازرق، انما الجن الاحمر انا ما اقدرش العبه وما اقدرش اكسبه. جن احمر ايه وجن ازرق ايه وجن اخضر ايه؟ في حد بيصد الكوره مع الشناوي، برافو عليك يا سيد ابو حفيظ. يعني الشناوي بينط كده والكوره جت الناحيه دي فالشناوي صدها. مش يعني بالله عليك، عشان احنا بنتعالج والعلاج غالي علينا، فحرام اللي انت بتعمله فينا ده. اخر جمله قالها بيقول للمذيعه كده في البرنامج: احنا طالع ميتين ابونا او طالع ميتين اهلنا. انا اسف في اللفظ، يعني احنا طالع ميتين اهلنا علشان نوفر غرامه شيكابالا، علشان موضوع ايقاف القيد وعلشان العقوبه بتاعه ايقاف القيد ده. واخر رساله وجهها لجمهور نادي الزمالك: جمهور الزمالك الحقيقي، انت حقك تغضب كما تشاء من الفريق، انما مالكش دعوه بيا انا. رسالة مني أنا لكل واحد زملكاوي ما بيطقش الراجل ده ومجبر على الراجل ده لأن هو بيحب نادي الزمالك. والله حقيقي كان الله في عونك. أنا واحد من الناس خلاص الموضوع يعني خرج عن السيطرة، خرج عن المألوف، معرفش حله إيه في النهاية، بس أعتقد إن في الوقت القريب جدا الموضوع هيتحل بشكل طبيعي جدا، وإن الزمالك لازم يرجع زي ما كان، بغض النظر عن خسارة أو مكسب أو الكلام من ده، وبغض النظر عن التحفيل. انسى الكلام ده كله واركنه على جنب. الزمالك فريق كوره، في الاول وفي الاخر الزمالك اساسه فريق كوره. لازم يكون في فريق كوره، لازم يكون في اداره، لازم يكون في مجلس اداره، لازم يكون في مدير فني، لازم كل واحد في المنظومه يكون شايف شغله كويس ويكون عارف هو بيعمل ايه، لا ده يتدخل في شغل ده ولا ده يتدخل في شغل ده. كل دول موجودين علشان يخدموا على فريق نادي الزمالك ويهيئوا له الجو ان هو يقدر يلعب بظروف كويسه. المكسب والخساره دي بتاعت ربنا، انك انت بتعمل اللي عليك والتوفيق بيجي لك من عند ربنا. في النهايه يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا. قول لنا رايك في التعليقات عن الخمس مواضيع اللي اتكلمنا فيهم دول، ولو عجبتك الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه وخلي الكوره ليك. سلام.